عسلامة ومرحبا بكل متابعي قناة شذال ياسمين. منال عبد القوي تهاجم النجلة التونسية، أعطيتك قدرك برشا. أنا نخدم في الوزارة مش كيفك في الكباري. قبل ما نبدو في الفيديو كالعادة ما تبخلوش علينا بالجيم، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديدنا في تونس وخارج تونس. حيث هاجمت الممثلة التونسية منال عبد القوي الفنانة الاستعراضية نجلة التونسية. وقالت منال عبد القوي في تصريح لقناة حنا بعل: تصدمت من الفنانة نجلة التونسية وأعطيتها قدرها برشا. منهم فنانة مؤخرا استغربت منها تحكي في الكواليس وأنا سمعتها بوذني وهي ما في بالهاش. قالت متقلقة مني، أنا ركبت على الحدث في موت فايزة الله يرحمها. أنا تخدعت في الفنانة هذه، كنت محلاني معاها وحبيتها من قلبي. من بعد سمعتها في الكواليس تحكي عليا وأنا قبلها بشوية وكنت نشكر فيها حسب تعبيرها. وأضافت منال عبد القوي أن أصدقاء الفنانين فما اللي انسحب هو من حياتي وفما اللي تخليت عليه. أول مرة باش نقولها، أنا سكرت الفيسبوك متاعي على الشيء اللي شفته في موت فايزة المحرسي الله يرحمها، على كمية الترهدين والنفاق والكذب ونكران الجميل وقلب الأحداث. فما مجموعة من الناس الفنانين أعطيتهم قدرهم حسب قولها. وأضافت: أنا راني نخدم في الوزارة مع الوزير، نلبس بدلة رسمية مش بدلة رقص ونبات نشطح في الكباريهات ويرشقوا عليا. وصلنا هنا لنهاية الفيديو، نخليكم في وديعة ربي. عسلامة.